إذا كنتم من بين أصحاب الثروات الطائلة أو الشركات العملاقة وتخشون من فرض ضرائب كبيرة عليها، فهنالك دول تقدم إليكم ميزة العيش فيها وتجنبكم دفع الكثير من الضرائب عن ثرواتكم الضخمة. وكالة بلومبورغ نشرت تقريرا سلط الضوء على عدد من البلدان التي يمكن للأثرياء العيش فيها دون دفع الكثير من الضرائب، حيث جاءت على رأس القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل التسهيلات المقدمة للأثرياء، حيث تتمتع بواحد من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم بنسبة 9% للشركات التي تحقق أرباحا سنوية تزيد عن 100,000 و2000 دولار. كذلك تتمتع إيطاليا بنظام ضريبي سخي للأجانب الأثرياء الذين يدفعون رسوما سنوية قدرها 109,000 دولار ويعفون من دفع الضرائب على الدخل الأجنبي، ويمكن أيضا تجنب دفع أي ضريبة على 50% من دخلهم في البلاد. أما موناكو التي يواصل أصحاب الملايين التدفق إليها، فيتم فيها فرض ضريبة على العقارات المستأجرة بنسبة 1% من الإيجار السنوي فقط، فيما ألغيت الضرائب عن أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات المحلية، ولا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات. بينما يبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين في سنغافورة 22% كحد أقصى، وهو معدل يعتبر منخفضا وفق بلومبورغ، فيما تبلغ الضريبة على الشركات 17%.